قبل ما تعمليه في تريكات مهمه لازم تعرفيها. معايا هنا كميه الترمس اللي انت انا هنا هعمل كميه كبيره، يعني انا مالكيش دعوه بالكميه، انا هقول لك على الكيلو. تمام. هنعمل ايه؟ اول ما تجيبيه لازم تنقيه كويس، اي حاجه فيها مسوسه، اي حاجه سودة، اي حاجه فيه قش بتاع، نقيه كويس. خطوه مهمه جدا. تمام. بعد ما هتنقيه كويس هتروحي حاطه عليه ميه وغسلاه. عايزه اقول لك برده مهمه جدا جدا جدا، اغسليه مره واثنين وثلاثه، وهوريكي الميه اللي طالعه من الغسيل بتاعه، يعني روبه. تمام. بيقولوا روبه. تمام. اهي اغسليه وافركيه كويس جدا. البقوليات قبل ما تعملي اي حاجه وبالذات الترمس اغسليه كويس جدا. هوريك الميه دلوقتي، مصفى وتحتيها حله، واغسليه ميه الشطيف دي كده. انا غسلته حوالي مرتين 3. تمام. اهي هتروحي جايباه بقى، عاملاه ايه؟ مصفياه وحطاه في حله، وهقول لك هتحطي نص معلقه مهمه جدا. شايفين الميه منه لازم يتغسل كويس جدا. تمام. حطي بقى ميه سخنه، انقعيه فيه من بالليل، هتلاقيه هو لوحده من غير غسيل. بصي يعني كتر خالص. طبعا اهو انا عامله كميه دي ميه سخنه، انا قعدته من بالليل. هرجع اشطفه برده مرتين 3 تحت الحنفيه. لازم مهم جدا. انا نقعته يعني نقعته من غير حاجه، بميه سخنه بس. البقوليات بتتنقع وتسيبيها اقل ما فيها، يعني لو مستعجله بالنسبه لاي البقوليات تانية، بس احنا بنقول على الترمس. طبعا انا نقعته من بالليل وخليته على الظهر كده. تاني يوم عملته، حطيت نص معلقه مهمه جدا بيكنج باودر. تمام. دي مش هتاخد، انا نقعته بميه سخنه وخليته من بالليل وشطفته. هتيجي تحطي نص معلقه دي بيكنج باودر، مش هياخد معاكي غلوتين 2 بس. هتعمل ريم، مفيش مشكله، هتشيليه بالمعلقه كده. اي ريم يعمله تشيليه. تمام. هتغلي غلوتين 2، ان هو مش محتاج اكتر من كده. بعد اللي احنا يعتبر بالخطوه النقع ديت سويناه، لان احنا سبناه مده طويله منقوع في ميه سخنه، فيعتبر نصه كده، يعني نص السوا. تمام. اهو بيغلي، هبتدي اصفيه برضو واشطفه كويس جدا تحت ميه جاريه، اقعد اشطف فيه. تعالوا بقى للنقع. النقع دي اختياري، هتحطي على كل كيلو معلقتين ملح، ما بتحبوش حي قوي، معلقه مطرعمه كبيره ملح. تمام. انا هنا عشان عامله كميه. قدامك تحطي كمون، تحطي شطه، ده اختياري. تعالي بقى للتركه برضو المهمه اللي عايزاكي تعرفيها. انت عايزاه يبقى مزز، مش بنعصر ليمون ونحط قشر الليمون فيه، انت كده بتمرريه. لا، هتروحي حاطه ربع معلقه صغيره، هوريها لكم دلوقتي، ملح ليمون على الميه بتاعته. انا هنا ولا بحط شطه ولا كمون، هو ترمس. انت عايزه اما تقدمي بس، تركه برضو مهمه جدا، ما تسيبهوش كده، لازم تغطيه بالميه، وبيتحفظ في التلاجة. ولو وصلتي معايا لحد هنا اوعى تكوني لسه ما عملتيش لايك ومتابعه. تمام. حطي بقى، انت بقى هتحطي للي عايز شطه، كمون، اي حاجه عليه. تمام. عايزه تعصري بقى كمان في الحاله ديت ليمون. تمام. لكن انت في الميه اللي انت بتسيبيه جوه التلاجة ده اهي، تحطيش الا حاجه واحده، ربع معلقه، اقل من ربع معلقه صغيره ملح ليمون على الكيلو، هيديله مزازه وهيخلي طعمه تحفه. ميه وملح الليمون بس. صدق هو مش حمص الشام عشان نحط له شطه وكمون والحاجات دي، لا. انت عايزه في التقديم بقى حطي ملح ليمون، حطي ليمون، حطي شطه، حطي كمون، حطي اللي تحطيه اللي انت عايزاه، للي عايز، ده اختياري. الليمون هنا وقت الاكل بس، لكن ملح الليمون هيقعد معاكي ويحفظ. عايزه تضيفي بقى حاجه هتخليه حاجه مهمه جدا، شعرايه سكر عشان